يعني احنا في فترة شهر كأس العالم اهوت والناس طبعا مستمتعة بكأس العالم واحداث كأس العالم وطبعا يعني انا كنت من متعصبين وما زلت يعني، بس ماتشات المنتخب قليل يعني لما قعدت بتفرج عليها. ربنا يهدينا ويهدي الجميع يعني. بلاش نخش بقى في قصة الحلال والحرام ديت، مش بتاعتنا. بس يعني اللي لمسني، يعني انا والله ما شفت الثلاث ماتشات بتوع المنتخب. يعني انا نفسي ما شفتش الثلاث ماتشات بتوع المنتخب، ويا عالم اشوف الماتش بتاع بكره ولا لا. يعني ما عادش فيه الشغف اللي انا اشوف ماتش منتخب عادي. ليه؟ لاسباب كتيره، والحمد لله وبفضل الله. حتى لو هي ملهاش علاقه، الاسباب ملهاش علاقه بالكوره مثلا، يعني ظروف، الضغوطات اللي حواليك، العبء اللي عليك، الكلام من ده عادي. بس لما تيجي تفكر بعقل هتعرف ان ربنا نجاك، هتعرف ان انت فعلا ربنا دايما بيديك ساعات اسباب بتبعدك على الطريق الوحش اللي انت ماشي فيه. مثلا يعني انت مثلا لما تقول ربنا يهديني او ربنا يبعدنا عن الطريق ده، مش هي المعنى الحقيقي ان انت فعلا على طول هيبعدك. لا، هو بيديك الاسباب، بيديك الطرق، بيديك شويه ورق كده، او شويه افعال، او شويه ظروف، او شويه مواقف بتبعدك فعليا واحده بواحده عن الطريق ده. فبقول لك ايا كان اللي بعدني، ما عادش فيه شغف للكوره والكلام من ده زي الاول. بس الفكره فكره ايه؟ ان اللي شدني اكتر ان احنا، معلش اعذرني في الكلمه، انا مش عارف اصيغها صح ولا مش عارف اقولها، ان احنا بننافق. يعني ربنا اقام علينا الحج اهوت وحطنا في ظروف مشابهه. لذلك انا استوقفني الحوار ده كتير. يعني ما فيش موقف في حياتنا كلنا الا ربنا هيديهولنا وهيحطنا في الموقف ده من جانبين، عشان يعرف فعلا ان احنا قلبنا فيه ايمان وفيه تقوى، ولا احنا بنمشي ورا الاهواء بس والشهوات. يعني عندك الماتشات دلوقتي كانت الساعه 4 الفجر واللي الساعه 2 ولا بس خلينا نصيغها بس ايه، الساعه 4 الفجر. الناس اللي سهرت لحد الساعه 4 الفجر، اللي سهروا لحد الساعة 6 الصبح، في نفس ميعاد الفجر، في نفس ميعاد اللي احنا اتخلقنا عشانه. انا هنا ما بعملكش شيخ، والله انا زيك بتفرج على افلام، بتفرج على ماتشات، كنت بسمع اغاني، ومش هعمل لك فيها شيخ. يعني اعرف اللي انت ما تعرفوش كمان، بس انا بكلمك برضو بوعيك وبوعي نفسي. احنا في غيبوبة، احنا في غيبوبه، والله في غيبوبه. يعني انا قمت اهوت للماتش وسهرت للماتش، ما قمتش للفجر. اصل انا مش قادر، اصل انا عندي شغل، اصل انا تعبان من الشغل. الماتش اقام عليكم الحجه اهو، الماتش كشفك، الهوى والشهوه كشفتك، الظروف مش هتنفعك. ما تتحججش. لما تيجي تتحجج لحد اتحجج، بس ما تضحكش على ربنا. يعني اللي قام للماتش الساعه 4 والساعه 6 هو عارف ان هو هيقدر يقوم للفجر، بس الاسباب هي اللي هتقومك، والاولويه دايما هي اللي هتقومك. الاولويات دايما هي اللي هتقومك، ودي حجه على نفسك. ربنا مش محتاج يثبت لك ان انت مقصر، انت اثبتت على نفسك ان انت تقدر تقاوم وتصلي الفجر وتقوم للفجر. يعني انا واحد ممكن ما بقومش الفجر عادي، انا سيدي ربنا يهديني ويهديك، وبصلي الفجر مثلا في البيت لو قمت عادي. انا بقول لك اهو يا سيدي ربنا يهديني ويهديك، وانا ما بقولكش ان انا كامل، انا مقصر زيك. بس يا عم، بس الموضوع لما يبقى على هوانا طبعا الاولويات بتفرق. اللي بيجاهد نفسه للماتش قادر يجاهد نفسه للفجر، قادر يجاهد نفسه ان هو يبطل حاجات تانية. انا مش عايز اكتر في الكلام في الموضوع ده بسبب النفس البشريه اليومين دمت والفتن اللي حاصله دلوقتي. خليها لنفسي احسن. بس احنا ماشيين غلط، احنا ماشيين غلط. انا مش عايز اقول لك ان الكوره والكلام الفاضي ده وكله والرياضات وكل ده سيرك معمول عشان يلهينا، سيرك كده معمول، مسرح روماني. وانت عارف القصه دي كويس، ولا ما تعرفهاش خش اعرفها واسال عنها. يعني التخدير اللي خدروا بيه الناس، يعني ده معروفه على فكره من زمان، يعني مش انا اللي مالفها. اكتر واشهر واذكى السياسات اللي اتعمل في تاريخ البشريه كلها، المسرح الروماني ده. خليك انت تخش في الحوارات بتاعته، يعني السوشيال ميديا والترندات والكلام من ده كله، ما كل ده الهاء على واقع هم مش عايزينك تشوف، الهاء على واقع هم مش عايزينك تشوفه. هو عايزينك تشوف حاجه معينه بس، صنع لك ترفيه مفرط. برامج التوك شو، واللي عندك الترندات والسوشيال والماتشات، مسلسلات، افلام، كل ده الهاء على حقيقه واحده. صدق ما تصدقش انت حر.